يا مساء الفل. وقبل ساعات من جلسة الاستماع الحاسمة لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي كاف توقف لاعب نهضة بركان اللاعب حمزة المساوي لمدة عامين بسبب إيجابية عينته وسقوطه في فحص معلش لأنه فرحان من الخبر ده جدا، وشفته على صفحات كبيرة الهلال السوداني محب الهلال السوداني، فحبيت إن أنا أوصله لكم الأول وهقول لك كل التفاصيل دلوقتي. لكن عايز الفيديو ده يلف اليوتيوب كله، لايكات بقى وشير وبص على قد ما تقدر وصلي على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام، وانزل تحت اكتب الهلالي وافتخر، وتعالى بقى والزملكاوي برضه زملكاوي وافتخر، وبندعمكم برضه في القضية بتاعتكم. وتعالى بسرعه لما اقول لك التوضيح بالظبط بيقول ايه. التوضيح بيقول الهلال يخوض مسارين في القضيه، اول مسار وهو تثبيت تورط اللاعب في ملف سقوطه في فحص المنشطات، وهذا تم الحكم فيه حاليا بايقاف اللاعب لمده عامين. المسار الثاني ستنعقد به جلسه مساء اليوم، وهيكون حاضر مين؟ محامي الهلال بدرو، وهو متعلق بخطا قرار رفع الايقاف وعدم اهليه مشاركه اللاعب حمزه المساوي امام الهلال، ومطالب الهلال فيها واضحه وهي اعاده اعتبار الهلال وارجاعه للمنافسه بسبب عدم شرعيه اشراك اللاعب حمزه المساوي. اظن كده الصوره واضحه، اظن كده احنا ماشيين تمام، وده اللي انا عمال بتكلم عليه. قلت لك اضغط على قد ما تقدر، اضغط، واي فيديو تشوفه واي بوست تشوفه لدعم الهلال السوداني اخبط اللايك المتين والشير، وصل صوتنا للكاف، وعشان خاطر لو ما كانش كده هنروح لكاس اللي هي المحكمه الرياضيه. فالهلال بيضغط على قد ما يقدر، لان زي ما انت عارف الجلسه النهارده لازم يكون فيها حكم ايجابي ان شاء الله. ومش بنطالب حكم ايجابي عشان احنا بنحب الهلال، لا، لان هو اللاعب متورط في كده، وناديه متورط في كده، والكاف اتورط في كده، واحنا ملناش دعوه يا باشا. احنا بنطالب بحق شرعي لنادي الهلال السوداني، فما تدخلش بقى تقول لك انت مش عارف ايه. عشان كده دايما بقول ايه، الناس المحبطه ارجوكم ما تعلقوش عندنا. لو مش عاجبك الفيديو ما تدخلش تعلق ولا تدي لايك، احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، وبنقول يا رب. اكتب يا رب في الكومنتات يا رب النصر للهلال السوداني، هو يستحق ان هو يوصل، ويستحق ان هو يفوز، ويستحق البطوله دي. انا قلت لكم من وجهه نظري، وكنت عملت فيديو كده ويمكن عدى المليون مشاهده، وقلت لك ان الهلال البطل. لكن اللي حصل بقى مع نهضه بركان والكلام ده كله، لكن ان شاء الله خير، لعل وعسى ان شاء الله ان هو يكون خير. فهنرجع ونقول تاني، اضغط على قد ما تقدر. احنا النهارده ان شاء الله هنتابع القضيه اللي هتكون في جلسه الاستماع الحاسمه مساء اليوم بمشيئه الله تعالى، والمحامي هيكون حاضر، وهنقول لكم بكل التفاصيل اول باول. فاللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك على اليوتيوب، يفعل زر الجرس اللي هو التنبيهات الاشعارات عشان خاطر يوصلوا الفيديو اول باول. واول ما الفيديو نزل اخبط لايكات وتعليقات كتير عشان الفيديو يظهر ويطلع على طول ويبقى ترند ان شاء الله رب العالمين، ونحاول ان احنا نجيب حق الهلال السوداني. وبرده لو كنت بتتابعني على الفيسبوك او التيك توك فاعمل متابعه، اعمل شير، فعل الجرس على قد ما تقدر. ومش انا بس، انا بقولها لك اهو، بحب الخير للكل. اي حد بيتكلم عن القضيه دي وداعم للهلال السوداني شيروا الفيديو بتاعه على طول. السلام عليكم.